قد حيجيك. انت متعاقد مع شو اسمه اللي جاء من التعاون، والله حتى ضيعته. مين في عندك ثاني يلعب على الاطراف؟ ولا تجيب، لانك انت حتدفع له راتب ممكن فوق العشرة. اذا بيلعب بتعطي فرصه الغريب يلعب، تعطيه الثقه، جيب غريب، بعيد عن موضوع راتبه كم. ما تقدر تعطيه فرصه لا تجيب. طيب. طيب ايش نبغى نقول ثاني؟ آه اوكي، لحظه بس خلنا نشوف. شوف الاهلي مستواه بتصاعد من مباراه الدحيل. لا، اترك الان الدحيل واترك احنا اذا ذكرنا مباريات سابقه نستشهد فيها بامر، مو عشان المباراه دي كان كويس ولا كان سيء ولا كان افضل ولا الدحيل، هذه مباراه كؤوس. انت كيف تعرف تفوز؟ ممكن مستواك ما يكون افضل شيء، بس كيف تعرف تفوز؟ ما كان لا اتلتيك مدريد ولا انتر ميلان افضل من برشلونه كاداء، ومع هذا كلهم الاثنين خرجوا برشلونه العام الماضي والسنه. على المستوى الفني ما هم افضل من برشلونه، ما كان في فريق يقارن ببرشلونه على المستوى الفني الا باريس سان جيرمان العام الماضي، وباريس متاهل بملحق. فاترك الان يتصاعد او ما يتصاعد، هي 90 دقيقه، وحاول انك ما تروح حتى الاشواط الاضافيه. عندك 90 دقيقه، خلينا نقول اشواط اضافيه ما ندري عنها. 90 دقيقه هذه كيف تلعب؟ ممكن تلعب مباراه قبيحه جدا بس تعرف تفوز. ممكن 1-0 وتفوز. هذا المطلوب. لو نجي للعام الاهلي قدام الفريق الياباني اللي خرج النصر. حلو، الاهلي على المستوى الفني قدام الهلال كان افضل. في دور الاربعه العام الاهلي على المستوى الفني قدام الهلال كان افضل بكثير. وراح فاز على الهلال ثلاثه، وكان ممكن تنتهي سته، وفاز اثنين في النهائي. بس شكرا خلاص. هذا اللي انا ابغاه الان، مو موضوع مستوى، موضوع تركيزك كيف يكون في المباراه، يكون عالي. كيف تلعب مباراه بدون اخطاء؟ كيف لو ما كنت جيد على المستوى الهجومي اكون جيد دفاعيا؟ كيف لو انا بالكوره ماني افضل شيء بس انا بدون كوره افضل شيء؟ اما اذا كلها خربانه هذه عاد مشكله، والله لا بيفيدك لا دحيل ولا غير دحيل. خلاص انت الان الاهلي في اخر مرحله، اخر مرحله عشان يحصد فيها التعب هذا حق الموسم كله. الاهلي حتى نتائجه اخر موسمين ممتازه جدا في دوري الابطال. العام الماضي اعتقد الاهلي جاب البطوله بدون خساره، تعادل واحد. السنه اظن خسر مباراه واحده فقط، وما ادري مع كم تعادل، تعادلين او ثلاثه. ولما تيجي تحسب تحصل الاهلي العام والسنه تقريبا افضل فريق كارقام وكذا. واعتقد البطوله هذه يمكن الاهلي اكثر فريق مسجل اهداف اذا ما خانتني الذاكره. فالاهلي ممتاز جدا في اسيا الان، وانت حامل لقب وواصل نهائي. ترى هذا ما هو شيء بسيط يعني. هذا ما هو شيء بسيط يعني. على مدار الموسمين انت في نفس البطوله انت متوازن. انا نسخه انا بطلها، النسخه الثانيه انا وصلت انا من يوم وصل الاهلي الاربعه كنت اقول هذا الكلام، انك انت العام بطل والسنه انت في دور اربعه قبل يوصل النهائي. هذا الامر اللي لازم يكون من الفرق الكبار. انا بطل السنه الجايه، انا اطلع من ادوار التمهيديه. انا ايش قاعد اسوي؟ في خلل عندي، في مشكله، في شيء لازم ينحل. انا بطل دوري السنه الجايه انا مركز سادس، لا في شيء عندي. هذه تحصل مع الانديه الصغار، انديه وسط، ما تصير مع نادي كبير. تتفاجئ انك محقق انجاز.
لدرجة إنك تيجي السنة الجاية ما تعرف إيش الخطوات اللي تاخذها عشان تحافظ على وضعك، إنك بطل السنة الجاية تكون من ضمن الأربعة، تمام. أنت مو كل يوم حتكون بطل، مو كل يوم حتجيب بطولة، زي ما تشتغل في غيرك يشتغل، ممكن خطأ يطلعك من بطولة عادي، بس إني أنا أطلع من دور المجموعات وأنا بطل القارة ما هو جيد هذا. فاللي مسويه الأهلي اللي الآن هو ممتاز، هو ممتاز، اللي باقي يجيب البطولة ويصير فوق الممتاز. طيب، وش يقول هذا؟ يقول أسلوبك وكلامك جميل الحقيقة، لكن ليش ما أنت أهلاوي؟ ليش ماني أهلاوي؟ يعني الكلام الممتاز والأسلوب مرتبط بالأهلاوية يعني، أوكي. معلومة جديدة دوبي أعرفها أنا، كويس. حلو. آه. لم أكن أعلم. أوكي، إيش نبغى ثاني؟ أوكي طيب، خلوني هنا. آه، أوكي. طيب. آه. 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 استغفر الله العظيم. لحظة بس يا شباب، ممكن أصير أعطيكم مايكات؟ طيب. ما أعرف أنا، هذه أشياء أنا تكلمت فيها كثير ترى طيب. آه شوف، أنا أول شيء صانع محتوى، ما بتعامل مع الأمر إني مشجع، أكيد أنا أشجع نادي وعندي عاطفة مع النادي، وأكيد بذلت جهد كبير عشان أقدر أكون متوازن في التعامل مع الأمور. أنا أقدر أطلع من زمان، من يوم ابتديت في هذا المجال من 2011 2012 إني مشجع، وما يهتم برأيي إلا جمهور النادي اللي أنا أنتمي له. لكن أنا لا، أنا ما أبغى أكون كذا، هذا الشيء أنا مقرره، ما هي ظروف حطتني في هذا الموقف، أنا مقرر، أنا مقرر إني أنا أكون كذا. فهمت؟ يعني الأهلاوي يهتم للي أنا أقوله، النصراوي يهتم، الاتحادي، الأهلاوي، الشبابي، أكبر الأندية. فأنا هذا أنا مقرره، ما هو شيء حصل معي بالصدف. حلو. والموضوع ما هو موضوع سهل، الانتماء في الكورة والميول مو سهل، ترى انك انت عندك عاطفة، فريقك مهزوم وتطلع وهازمك مثلا خصمك منافسك في الديربي وتطلع تثني ما تقدر هذه، ولا هي مثالية. ما في مثالية في الكورة اصلا، ما تقدر تسويها لانك انت تنكشف. اذا تبى تسوي مثال تنكشف، هيجي يوم انت مهزوم متوتر، في خطأ حكم استفاد منه الخصم، تطلع تبين، ما تقدر، انا ما تلاقي عندي هذه الامور. تتعب اذا تدور معايا هذه الاشياء، تتعب يعني ما تلاقيه، لان انا عندي توازن في الطرح. عادي كل الجماهير زعلوا مني، زعلوا من ارائي، لكن انا لا اهتم. انا اهتم فقط اذا انا اسات، يعني غير كذا انا ما اهتم، ما يعنيني تزعل ولا ترضى. تمام، هذا الكلام مش تحدي بس صدقا، يعني ما يعنيني مشجع زعل ولا يرضى، براحته. تمام، يعني زي الحين قبل شوي داخل لي اتحادي، بس واحد اهبل يعني على الخاص. بمعنى الكلام كيف يعني تتكلم عن الاهلي كده، هو يتعامل معي على اني اتحادي، هو ما يعرفني، ترى عرفني هنا. بس هذول انا كثير اقابل زيهم. فيعني انا جدا من الناس اللي عندي صعوبه في التعامل مع الاغبياء. انا مجرد ما يقول كلمه يسالني او يكتب انا اعرف انه غبي، فانا ما احب اتعامل مع الاغبياء. اكثر حاجه في الدنيا ممكن تقفلني انا الاغبياء، لا اجيد التعامل معهم، وما اعرف اساسا اعمل كنترول على نفسي مع اي واحد غبي. انا مستعد اشتمه، فماني فاضي له.
فهذا غبي. عشان كده بلّك وريّح نفسك، أنا دائمًا زي كده ما أعطي مجال، لإني شُفت الكلمة الأولى عارف بعدها إيش حيصير، على طول بلوك وريّح راسك. فأنا موضوعي معاك فقط إنجازك، تقعد لي سنين ما تحقق إنجاز وتبغاني أعاملك زي اللي بيحقق إنجازات، لأ، هذا انساه، والله تزعل من هنا لين ترضى بنفسك. واحد فريق بطل وثاني ما يشيل بطولات يبغاك تتكلم عنه زي ما تتكلم عن الفريق البطل، لا هذه أنا ما أسويها. في عدل لكن ما في مساواة، ما تجي المساواة، تفوز تسمع مني اللي أنت تنبسط منه، لين تقول أنا أشجع ناديك، لين تحس إني أنا عندي نفس ميولك. تخسر براحتك اتحمل، خسارة عن خسارة تفرق. فريق بينافس بيحقق بطولات يفوز، يجيب بطولة بطولتين يخسر بطولة، أنت في المنافسة موجود، لا ما حلو الموضوع يختلف. أنا جو إني كل ما أخسر الحكم، اللجنة، الحكم، اللجنة، أنا تلاقيني ضدك، أول واحد تلاقيه ضدك، حتتوتر تزعل براحتك. أنا ما أحب الجو هذا حق كل ما خسرت اللجان. أنا أتقبلها منك، والله لعبت لك على 10 بطولات حققت منها 5 خسرت لك 5 طلعت مرة قلت لي اللجان، الحكم، أوكي تمام تعدي. كل يوم ما عندنا غير السالفة دي؟ لأ، أنا هذا الجو مالي فيه، والمواقف واضحة. جيب بطولة تعال أنت شوف، إذا أنا جيت قلت لك والله ما تستحق الفوز أنا مالي في الجو هذا، مالي في الجو هذا، وهذه تقدر تشوفها بسهولة أنت، يعني أنا ما عندي مشكلة في الأشياء دي، وماني يعني ماني مجبور أجي أغرد عشان أرضي أحد أو أزعل أحد. هذه أنا ما أسويها. أنا لما أجي الآن أبغى أكتب تغريدة والله أنا بغرد عشان أفرح فلان، لا لا ما أسويها، لأنه ما يعنيني مين يزعل ومين يرضى. أنا في فيديو دوبي منزله هنا، ترى الفيديو هذا أنا مصوره بقى في يوم فوز الأهلي، يعني في يوم فاز الأهلي في مباراة دور الأربعة ووصل النهائي. بس طبعًا أنا باحاول إني أفصل عن المحتوى الفيديو عن التغريدات هنا، فهذا موجود على السناب وموجود الآن على التيك توك، فجبت اليوم الفيديو ونزلته هنا قبل المباراة ب24 ساعة كده أو أكثر، نزلت الفيديو هنا. حلو؟ يعني لا يعتقد إنه الأهلاوي أنا أدوّر رضاه، أنا ما أدوّر رضاك ولا أدوّر رضا أحد أصلًا، وقُلتها من جديد، لا يعنيني مين يرضى ومين يزعل، مرّة. لكن أنت اليوم بطل القارة وأنت واصل على النهائي، هذا المطلوب من أي نادي كبير. فإذا أنت تاخذ حقك، أنت لين تشعر إني أنا أهلاوي، أنت تحس إني أهلاوي بس. أما قاعد تتخبط لي وتستناني أجيب لك أعذار، أنت كمشجع جيب الأعذار لنفسك. عندك عاطفة مع فريقك، ما تقدر تقول والله إحنا عندنا مشكلة في كذا وعندنا حتروح تدور لك أي سالفة ثانية، هذه أنا الأمور مالي فيها. أنا ما أخش جو جماهير عايشين في أمر معين أنا أخش معاه، إي صح والله الحكم، لا، لا مالي في الجو هذا أنا. أنا قبل شوي تسمعوني الشباب ترى أنا نادي النادي بكبره يعرفني، أنا نادي الشباب يدعيني أنا أروح أحضر، يعني افتتاح الملعب أنا حاضر نادي الشباب بدعوة من النادي. لكن كراسكو أمس لا، أنا مشكلة الشباب ما كانت في الحكم، خليني أقول الحكم 25%، لكن 75% كراسكو هو السبب. يبغوا يزعلوا كلهم يزعلوا، ما يعنيني، أهم شيء أنا بيني وبين نفسي، أهم شيء أنا مرتاح، أنا عارف إني صادق. أنا أقدر أجي أكذب عليك الآن، بس أنا بيني وبين نفسي عارف إني أنا باكذب. فهمت الكلام؟ فما عندي أنا علاقة وصُحبة مع أحد أو علاقة وصُحبة مع جمهور، والله أقول كلام عشان ترضيهم وهذول أقول كلام عشان تضايقهم، لا، لا ما عندي، ما نهائيًا ما يعنيني مين يرضى مين يزعل. كل الميول عندي أصحاب منهم، فما يفرق معايا فيهم يعني مين يزعل مني أو مين يرضى. اللي يعرفني برّا يعرف إني أنا نفس اللي أقوله هنا أقوله برّا. برّا ممكن نستخدم مصطلحات ما نقدر نقولها في مساحات أو نقولها في فيديوهات أو في تغريدات. أصحاب قاعدين مع بعض ممكن يطلع لفظ يطلع شيء عادي، لكن ما أقدر أجي أقولها هنا. بس أما أنا اللي هنا هو أنا اللي برّا، أنا نفس الشخص ترى. لين أنا جيت قابلت ناس ترى هنا ما في أحد، لا إحنا في مساحة ولا يقول لك ما أدري مين، هو يعتقد إني أنا الآن أقول كلام برّا، لأ. مرة أفتكر في الرياض زي كده كنت مع واحد، الشخص أعرفه التاني أنا ما أعرفه، طلعنا معاه سيارته ورايحين نتغدى. كنت في الرياض الكلام هذا يوم الهلال يلعب آخر نهائي في جابو 2021، فاللي يسوق هو اللي أنا ما أعرفه، عرّفني عليه الشخص وكذا، ما أعرف والله هو مين ولا يشجّع مين ولا أدري عنه.
فقاعد يتكلم معاي على موضوع الهلال، يعني انه الهلال اللجان تساعد الهلال، واضح التحكيم يساعد الهلال، ما ادري مين. فهو يعتقد اني انا اقول كلام في الفيديوهات شيء، وهنا حقول له كلام ثاني. انا قاعد اتناقش معاه عادي. لما شفته زودها سكت، لاني ما احب يعني السخافه دي لا تسوي على راسي، انا ما احب الهرج ده. ترى انت اصغر اخوان يمكن اكبر منك ب10 سنين، فلا تستهبل علي، انا ما احب الهبل هذا يعني. تبغى تيجي تختبرني، تبغى تسوي، انتبه. يعني انا افصل على حياتك يعني. المهم، صرت اسكت ما ارد، يقول كلمتين ثلاثه ما ارد، يعني خلاص وريته انه فكنا من السالفه الهبله دي. وصلنا للمطعم، جلسنا. بعد بعدين كنا في شتاء، الجو كان حلو كده. فبعدين قاعد يقول انت مات انك زعلت، ما قلت انا ما زعلت، بس انا ما احب الجو في يعني واحد يسوي يختبرني وكذا. قلت انا ما احب الجو هذا. قال لي لا، انا لانه الناس فعلا، بالذات انتم اللي عندكم متابعين تشيلوا هم الجمهور، ما تبغى تزعل، ما تبغى تسوي. قلت له بس لا تسوق علي الاشياء دي. فهمت؟ نفس الكلام هذا شفته مع الاهلاويه، يعتقدوا اني عندي مشكله معاهم. هم يعتقدوا كذا. هم يتعاملوا معاي اني انا اتحادي، ودين محمد ما يعرفوا انا اشجع مين. بس هو خلاص متعامل معاه لاني اتحادي. فهو يعتقد اني انا عندي ازمه، مشكله معه. العام الماضي فاز الاهلي بدوري الابطال. تمام. بعد شويه لقيت رسائل عندي على هنا، على تويتر. لقيت عندي رسائل على السناب، لقيت عندي رسائل على التيك توك. ايش في؟ حتى اللي يعرفني تحصله يدق علي ولا ايش في؟ يتكلم عن الاهلي. يعني شو يعني، بنستنى نشوف ايش تقول. فهمت؟ استناك. يا ما انت فايز روح افرح، اترك من جوكر. ترى جوكر لا حيقدم ولا يأخر، ترى فوزك ولا فزت ولا ما فزت، ليش بتنتظرني؟ ليه قاعد تنتظرني؟ انت عندك مشكله مع نفسك. احنا هذا لازم نكشفه على حقيقته، هذا واضح انه اتحاد يكره الاهلي. هم ما يدروا عزة جلال الله، اكثر واحد في الدنيا ترى في الكوره متصالح مع نفسه هو انا. اول فريق اعتقد يحقق بطوله، انا ما افتكر سويتها مع فريق، اول فريق يحقق بطوله وانا ابدا الفيديو باغنيه باهزوجه له الاهلي، انا ما افتكر سويتها. عشان اخليك نفسيا تتعب، انت تنتظرني اجي ابرر لك، انت اشوفك اخليك تتعب نفسيا، تحتار ما تعرف ايش تسوي. اللي بيحرضك اخليه ينحرج. فابتديت ما اعرف، انا ما اعرف الهزوجه حقت الاهلي. بس هي حلوه جدا، اللي يقول اخضر يا لون الشجر، هي ما هي هزوجه، هي دي اغنيه فالفوها على الاهلي. اخضر يا لون الشجر، الكل لاجلك حضر. جبت الكلمتين هذه بس عشان افتكرها، رحت دورتها وجبتها وقلتها في بدايه الفيديو، موجود الفيديو. اخضر يا لون الشجر، الكل لاجلك حضر. قلت يلا كملوا في الكومنتات. انا ما افتكر افتتحت فيديو الاهلي لفريق فاز ببطوله بالطريقه دي، انا ما افتكر. يعني أنا مثلا في الوقت اللي انا صار عندي تاثير، الهلال جاب اسيا مرتين، ما انا ما قلت، يعني قلت كلام كبير عن الهلال بس ما غنيت يعني. تمام. ف انا ما اسوي لك كده لو اكرهك او كذا عشان تنبسط مني. انا ما اشتغل ترى عند احد اهلاوي، ترى ما في مثلا واحد اهلاوي يدفع لي فلوس قال لي ترى لو ما ترى انا ما ادفع لك. ما في. ولا اتحادي ولا اهلاوي ولا نصراوي. ما في. كل ما في الامر، انا ابغى هذا التوازن في الكوره. انت كمشجع براحتك سوي اللي تبغى، انا ما ابغى ادخل في هذا الجانب. مره ما ابغى، انا ابغى اكون كذا. اموري تمام. اليوم والله الاهلي يلعب تلاقيني اتكلم عنه، بكره الهلال نفس الموضوع، بعد النصر الاتحاد نفس الموضوع. ما يعني ما في حاجه اسمها فرق. لا. طبعا المساواه صعبه، لكن العدل هو الصح. انا بعدل، انا ما بقدر اساوي مثلا في العقد الاخير هذا. ليه؟ يعني انا مثلا ابتديت اشعر بالتاثير بدءا من 2017 18 على اليوتيوب. ابتديت اشعر بالتاثير انه انا عندي تاثير. بعد المباريات يستنون الشباب، يستنوا ارائي، ما ادري، على اليوتيوب وقتها حتى السناب ما كنت نشيط فيه. على اليوتيوب فقط، ما خشيت تويتر لانه تويتر 2020. تمام. في هذاك الوقت آه بعدها بفتره، الاهلي النصر كان بطل القاره، بطل الدوري. اول موسم مع مستشار تركي آل الشيخ. لكن لما ناخذ ال10 سنين نفسها اللي انا ابتديت يصير عندي تاثير فيها، الانجح الهلال. هنا انا ما اقدر اساوي، كمساواه ما اقدر اساوي. فريق جايب لي 7 بطولات دوري، جايب 2 اسيويه، انا ما اقدر اساوي.
لكن كعدل، لما اليوم الاهلي يكون بطل القاره انا بتكلم عنه كبطل قاره. هذا العدل، هذا هو العدل، هذا اللي نقصده. انا ما اقدر اليوم اللي احنا فيه انا اجي اتعامل مع النصر زي ما اتعامل مع الاتحاد والاهلي. ما أقدر. النصر انت بعيد من 6 سنوات انت ماشي الدوري. النصر في 2018 19 قلت لكم وقتها انا اليوتيوب هو اللي انا موجود. انا حاط عنوان كان مستفز جدا لاي هلال يشوفني في ذاك الموسم، واللي كانوا يتابعوني يفتكروا العنوان. انا كنت كاتب على النصر حسم الدوري، كنت حاط العنوان اللي باركت فيه للنصراويه. انا دائما في النهائيات ما عندي تحليل فني، فقط نتكلم على بعض الاشياء اذا في ارقام، اذا كلمتين كده عشان بس جمهور البطل يعني، بس جمهور الفريق البطل، ما في شيء فني. خلاص ختام موسم تتكلم فني على مباراه نهائيه. فافتكر انا كنت حاط عنوان: انا نصراوي عالمي، انت مين عشان تكلمني؟ اعتقد زي كده كان العنوان. انا ربطت اسم العالمي والنصر وبطل الدوري وحق متصدر لا تكلمني، ربطتها كلها مع بعض. انا نصراوي عالمي بطل الدوري متصدر لك، ما ادري كيف ربطتها كده مع بعض، جبتها كده بعنوان بطريقه. هذا العنوان اي هلال يشوفه مستفز له. ولو تفتكروا في ذاك الموسم الهلال تغيروا 3 رؤساء له، صحيح؟ مشى جيسوس، فالهلال ايش كانوا يقولوا؟ كانوا يقولوا مدبر عشان النصر يجيب الدوري. انا ما يعنيني. تشوف اللي تشوفه، انا ما يعنيني هذا الكلام، انا مالي فيه. انا مالي فيه مره، مالي فيه. انا مبعد نفسي عن هذا الجو حق المؤامرات وحق مدري مين، انا مالي فيه. اوكي. بعدها طبعا النصر مش موجود على الساحه. المطلوب اني انا اتكلم عن النصر زي ما اتكلم عن الهلال اللي يجيب هاتريك دوري، بعدين يروح يجيب بطولتين اسيويه. كيف يعني هل يعقل؟ انا اخر دوري شفته للاهلي 2016، بعدها الاهلي ما جاب بطوله. هل يعقل انا اتكلم عنك زي ما اتكلم عن الاتحاد مؤخرا اللي جايب دوري قبل الصندوق ومع الصندوق؟ شباب مو منطقي. لكن اليوم انت بطل القاره، تخيل اجي اقول لك يا رجال بطوله ضعيفه. طب ليه ما كنت تقولها العام؟ قصدي قبل لا يجيبها الاهلي. هنا معك حق، انت بطل على قول الليمبي حبيبي وكفاءه. انت فاشل ورب محمد تكرهني. انا اجلد فيك الين ولا تشوفني. احسن لك، احسن لك لا تشوفني. اذا انت كنت لا عايش لك 3 4 5 سنين انت ما بتحقق بطولات، حتزعل، حتتضايق مني. لا تشوفني. انا نصيحه اقول لك لا تجي تتابعني، انت حتزعل. تفوز انا اتحدى، شوف اتحدى اطلق واحد يشجعك يقول لك الكلام اللي انا اقوله، ما يقدر. لما تكون انت بطل، لما تكون تحقق بطولات، ما في احد يقدر يعطيك ويقول لك الوصف اللي انا اقوله. خلي بالك، ترى انا يعني اعوذ بالله من قولة انا. الحمد لله، هذا فضل من الله، ربي اعطاني قوه للارتجال. اذا في حاجه اسويها ممكن الدخله حقه الفيديو، انا ايش ممكن اسوي؟ يعني زي الاهلي، سنوات انا انتقد الاهلي ما جاب بطوله من 2016، كان بطل دوري بطل ثلاثيه وخلاص الجيل حق السومه، والاهلي بعد مره. طيب الاهلي اليوم بطل القاره وانت لك فتره بتنتقدهم، اليوم جمهورهم له حق انه يسمع كلام يستمتع فيه. طيب قاعد افكر الدخله دي كيف تكون. الهلاليه سمعوا مني دخلات كثير، لانه الفتره اللي انا صرت مؤثر بيفوزوا كثير، فسمعوا دخلات كثير خلاص لين صارت تقليديه. يعني مره من المرات في مقوله قلتها وصارت تتداول: يجب ان نعترف انه الهلال مختلف. هذه ربي الهمني فيها، قلتها يجب ان نعترف انه الهلال مختلف. من كثر ما بيجيب بطولات صرت ما اعرف ايش اقول. بطوله في بطوله بطوله، والفتره ديك الهلال لحاله. طيب ايش اقول انا؟ ابغى اقول شيء مختلف. طلعت معايا دي: يجب ان نعترف انه الهلال مختلف بسبب كثره البطولات اللي يجيبها. اوكي. الاهلي، طيب ايش نقول؟ فريق يا ابوي محقق بطوله القاره. هذه عوده قويه، هذه ريمونتادا اتعبت نفسيه حتى المنافسين يا رجل. ريمونتادا. الناس صارت ما تعرف ايش تقول ذاك اليوم في تويتر. الاهلي جايب دوري الابطال، نفسيا الناس تعبوا. طيب ايش اقول؟ ايش اقول؟ كيف اتكلم عن الاهلي؟ كيف اتكلم عن الاهلي؟ انا ماني عارف صدقا والله يا شباب، ماني عارف كيف اتكلم عن الاهلي. الفيديو هذاك صورته يعني بعد المباراه بساعات، يعني مو على طول، بساعات.
الين ربك الهمني على اخضر يا لون الشجر الكل لاجلك حضر، افتتح الفيديو بالكلمتين هذه. وقد كان. الان انا ما عندي شيء، لو جبت البطوله ما في شيء والله في راسي حقوله، بعد ما تفوزوا حدور لكم حاجه اقول لكم هي اذا جبت البطوله. طيب عموما المره المليون، انا ترى الكوره اتعامل معاها باريحيه، ما عندي ضغينه في الكوره وقلق ومش عارف ما عندي. حتى ريال مدريد اللي انا برشلوني صرت اعرف اتعامل مع الامور، ترى ريال يفوز واطلع ابارك لهم ومبروك دوري الابطال وكذا، وانا ماني محققه من 2015 كبرشلونه. بس ما يعني تشوفني ادخل في الجوانب التحكيم ما احب الجو هذا يعني. طيب كم ساعتنا؟ ما زال لدينا قليل من الوقت. يا رب العباد. طيب خلينا نشوف. ابو اسامه تفضل. السلام موجود يا عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا، حياك الله. عليكم السلام. وحشتنا كم يوم كذا ما سمعنا صوتك، إن شاء الله بخير بس. ما في شغال ان شاء الله. لا موجود على طول. طيب بس انا بقول انا لك. ما عندي توقيت في مساحاتي بفتح اي وقت يعني، حسيت اني اقدر افتح مساحه لا افتح. لا احط أي تغريده اني ترى حفتح مساحه، ولا عندي حسيت اني اقدر افتح مساحه لا افتح مساحه، عشان كذا احيانا كثير ما ومساحاتي انا احذفها ما اتركها يعني في الغالب يعني. آه. اي. خير لا بأس إن شاء الله. كلام جميل صراحة، ما شاء الله تبارك الله، وطرح أجمل. شوف جوكر، أنا ما أعرف اسمك إيش الحقيقي، لكن على العموم أتشرف صراحة بمعرفتك. أنا أي إعلام صراحة، أي إنسان مؤثر في الإعلام سواء كان في السوشيال ميديا أو في الإعلام المرئي، لابد انه يكون يعني لما يكون يتكلم في امور يعني مختلفه، لابد انه يكون انسان حيادي وانسان يعني زي ما انت قلت عادل. المساواه صحيح صعبه، دائما المساواه صعبه في كل شيء، لانه الامور مو كلها زي بعض، لكن العداله هذه مطلوبه دائما صراحه. كلامك حقيقة يعني أنا سمعت على كم نادي، يعني كلام جميل صراحة. لكن للأسف بعض الجماهير تحب إنها يعني تمحور كل إعلام يتكلم إنه لابد إنه يكون له ميول. فأي إنسان في الدنيا له ميول، لكن هل لازم يكون يعني ميوله من ميول هذا النادي عشان يتكلم عنه بعدالة؟ هذا الشيء لا. الفريق اللي يلعب كويس واللي يجيب بطولات واللي يكون حاضر دائما هو اللي يفرض يعني يفرض على الناس احترامه والكلام الطيب عنه. انا حقيقه اقدر صراحه يعني طرحك الجميل حقيقه، لذلك انا من الناس يعني المعجبين بالمتابعه، واعتقد انك انت باذن الله تعالى يعني ما وجدت هذا الكم الكبير من المتابعه الا بهذا الطرح يعني الموضوعي، يعني وعدم الدخول في امور يعني جدليه، امور تحكيم، امور لجان، امور مدري إيه. هذه الامور ما تخلص ولا هي تنتهي، وهي موجوده في كل دوري، موجوده في كل مسابقه. دائما الجماهير تحب تروح لها لانها تكون جماهير طبعا انت عاطفيه، لكن الناس اللي تتكلم عن الامور الفنيه، عن امور البطولات والاشياء هذه ما تدور على هذه الحاجات. انت عندك ملعب 90 دقيقه، العب وادي وابذل جهدك، وربنا ان شاء الله ما يخيب، يعني ما يخيب على زي ما يقولوا يعني جهد العبد لما يبذل، سواء كان يعني في كوره او في غير كوره. المهم انت تبذل جهدك وتؤدي اللي عليك، وبعد كده النتائج هذه في علم الله عز وجل، وايش اسمه ده يعني في من عنده، يعني ما هي من عند احد ثاني. فشكرا صراحه على هذا الطرح الجميل، وانا اتمنى حقيقه ان الجماهير يعني انا كذا مره كنت في عندك في كذا مساحه واسمع بعض الجماهير دائما تسال السؤال هذا، اتمنى انهم يعني يوقفوا هذا السؤال. هذا السؤال صراحة ما هو محور طرح جوكر محور طرحه ايش الفريق بيأدي، ايش النتائج، ايش البطولات، ايش كذا، هذا هو. اما ايش ميوله وايش مدري، هذه اشياء خاصة بي يا اخي، ما تخصك انت عشان تسأل عنها كثير يعني، ولا تستفيد منها شيء. يعني مثلا لو كان جوهر يعني جوكر اتحادي ولا اهلاوي ولا نصراوي، طب انا اتحادي او نصراوي ايش اللي حستفيده من هذا الشيء؟ يعني ما حستفيد، انا ابغى الطرح. ايش النتيجه؟ للاسف شوف انا اشجع الاهلي، لكن والله للاسف في بعض الاعلاميين اتمنى انهم ما كانوا اهلاويين، هم اهلاويين. ما هو يفيد
عارف. فحقيقه اتمنى انك انت تكمل على كذا وتواصل على كذا، وربنا يوفقك صراحه ويزيد لك من متابعيك. شكرا لك. حياك الله. شوف الجماهير المعظم، انا ما اعرف، هم كمان يعني عندهم مشكله مع انفسهم حقيقه. قاعد يتابع واحد ومسوي له كونن، انا ابغى افضحك اقول انك انت تشجع مين، او ابغى افضحك انك انت مسوي محايد، انت ما انت محايد. هو ما في حياه في الكوره اصلا. كلمه حياد هذه كلمه غلط ما تنقال اصلا. ما في واحد في الكوره بالذات صانع محتوى يتكلم في الكوره ليل ونهار وما عنده انتماء لفريق. ما في حاجه اسمها حياد. فالمشجعين هم متعبين انفسهم. واحد مو عاجبك انت، ليه مصر تتابعه؟ يعني ايش الغرض من اني اتابعه؟ ابى اوري الناس هو يتابعني مسوي كونن يعني ولا ايش؟ حتى المتلقي عنده مشكله مع نفسه. الموضوع مو موضوع صانع محتوى ولا موضوع اعلامي. انا يعني اشوف التغريدات هذه كثير، فلان محايد، فلان مو محايد، فلان اصلا يكره الاهلي، فلان يكره النصر، فلان يكره الهلال، فلان يكره الاتحاد. ليش احبك انا؟ ليه انا احبك ليه؟ المفروض يعني هل المفروض اليوم اتحاد يتمنى الاهلي يجيب اسيا، ويجيك اهلاوي يقول لك يكرهنا ما يحبه؟ ليش يحبك اصلا؟ والعكس، يعني ليش الاهلاوي يحب الاتحادي؟ انا اتكلم في الكوره مو برا. انا اعرف جمهور الغربيه مختلف عن جمهور الرياض. جمهور الغربيه تشوفهم رايحين الديربي مع بعض في نفس السياره، تحصل العيال طالعين رايحين الديربي، هذا يروح لمدرج الاتحاد، هذا مدرج الاهلي، تنتهي المباراه يرجعوا الخسران يشيل ليلته ويروحوا يتعشوا مع بعض ويروحوا على البحر. ما تفرق. الرياض الموضوع هذا صعب يصير، صعب جدا، الا اذا كانوا عيال الغربيه. لكن احب ناديك ليش؟ انا المفروض احب ناديك ليش؟ في كلام غريب ومنطق غريب يصير من كثير من المشجعين. ودائما تلاحظ في المساحات في التغريدات ما يحب المدري مين. ليش يحب؟ ليه يحب فريقك؟ المفروض احب فريقك ليه؟ انا برشلوني من سنوات طويله، انا اشجع برشلونه من 30 سنه. ليش احب ريال مدريد؟ يعني ايش الرابط اللي يخليني احب ريال مدريد؟ وعلى فكره يعني ريال مدريد فريق ابوي، يعني الله يرحمه، يعني كنا نتفرج مباريات مع بعض وانا مدي 6 وعادي قاعد اطقطق واتونس. يعني ففي شيء لازم المتلقي هو بنفسه يهدى معاه، يروق. واحد يضايقك في السوشيال ميديا، في التويتر، في القنوات الفضائيه، يا ابويا لا تشوفه، ما انت مجبور عليه. المشكله متمسكين في الناس اللي يضايقوهم. انا ما اعرف يعني ليه تدور واحد، يعني انت تعلم انه هذا كارهك زي ما انت تقول، انت ليش مصر انك تتابعه؟ ليه مصر انك تتابعه؟ هذا امر انا والله ما قدرت افهمه. لكن عموما مو مطلوب من اي مشجع لنادي اخر يتعامل مع ناديك بشكل جيد. يعني اليوم الاهلي يلعب، فاز الاهلي، حتحصل السوشيال ميديا اقل هدوء من باقي الجماهير الاخرى. حتحصل الاتحادي اللي يقول لك الاهلي يستحق، حتحصل الاتحادي اللي يبارك، حتحصل الاتحادي اللي يقول لك ضعيفه، حتحصل الاتحادي اللي يقول لك جبر خواطر مثلا، وهلالي ونصراوي قيس عليه. لكن لو خسرت حيقعد يطقطقوا عليك ليل ونهار. مو معناها كارهك ولا مو كارهك، هذه طبيعه الكوره. لانك انت لو كنت محلهم، يوم اللي انا افتكر خرج الاتحاد في مساحه هلاويه عنوانها كان الاتحاد، وهذا طبيعي في الكوره. مو مطلوب مني احبك انا كنادي، مو مطلوب مني، بس انا المطلوب مني فقط اني ماسي. هذا اللي انا اعرفه. غير كذا الناس بتبالغ والله في التعامل مع الكوره. قاسم. هلا والله، السلام عليكم عليكم. السلام. كيف الحال؟ عساك الله طيب يحييك يا جوكر. هلا. والله بلا مجاملات، أشكر شخصك الكريم، أشكر جهودك، طروحاتك، أريحيتك، تألقك المضي نحو الأفضل. أشكر لك اتزانك، ثقافتك، روحك الرياضية، طرحك، لباقتك، إدارتك للمساحات. أشكر لك كل شيء والله يا جوكر، ليس مجاملة ولكن سعيك لأن ترضي الجميع. أدعو الله أن يسعدنا غدا إن شاء الله، يسعد كل الجماهير التي تتمنى فوز الأهلي بالنخبة الثانية على التوالي. فيه عندي مشاركتين بسيطة. المقدمة أقولها محتزم بالدرع والحربة عبر البرامج وعبر العالم الفوري. أنا كبير آسيا ومروض النخبة، حتى لو تحققون الكاس والدوري، وأنا كيان الملوك وسيد اللعبة حسب اعتقادي وتكتيكي ومنظوري. إذا قدمنا بعنف نسهل الصعبة، ومع التأهل كيف بوصفها شعوري. مدرج النخبة
وآسيا لعبتنا، هيا من أولنا إلى تالينا، حنا الملوك والكورة بملعبنا، والثانية لابد ما تاتينا، وانتو هل الوقفة ولا يمنعنا، إنا نشيل النادي بكفينا، دعم وحضور والمدرج حنا، جمهور خط النار الملعب ينادينا، نبقى معه والجوهره موعدنا، ونقول له من كل أرض جينا، نبقى معه ما دامنا تعاهدنا، مهما حصل ما نتركه نادينا، وقفة وفا وشعارنا يجمعنا، واجب علينا ندعمه غالينا، خلف البطل والبدر بيسمعنا، عبر الزمان بحاضر وماضينا، عهد وقسم نمضي مع قلعتنا، حتى لو انه يعبث معادينا، حب الكيان من الازل يجمعنا، هذه مبادينا مع اهلينا. سلامتكم جميعا. صح لسانك، خلها بكره دي، صح بدل. خليها بكره. انا ادعو هذه دعوه للجمهور. يلا اشتاهل اشتاهل، حق الله لكم، حق لكم تفرح، حق لكم، تستاهل الطيب، الله يخليك. حق لكم تفرح. شيء اوكي. طيب خالد موجود؟ ايه معك. السلام عليكم. انا والله شوف جوكر، انا شفت بعض الاسئله، بعض الناس يتكلمون عن ماتشيدا الياباني. انا شفت احصائيات للفريق الياباني هذا. الفريق الياباني هذا تصدق يعني في 7 مباريات من المباريات اللي لعبها في النخبه كلها طلع فيها في كلين شيت، يدلك على قوه الدفاعيه، دفاعه قوي جدا. الشيء الثاني دائما يمكن 70% من اهدافه يسجلها في النص ساعه الاولى، ويرجع يقفل الملعب ويقفل المباراه ويموت المباراه. فلا يعتقد احد انها حتكون سهله. الاهلي يمتلك نجوم وقادر انه يفوز على الفريق الياباني، بس استسهال الفريق الياباني بالطريقه هذه اللي اشوفه انا في السوشيال ميديا وكلام الناس وهذا، لا مو صحيح، ما هو صحيح. هذا الفريق ثالث ترتيب الدوري الياباني ترى. طبعا في محترف كان يلعب بالوحده 2019 اعتقد تونسي، وفي محترف برازيلي، والمهاجم الظاهر انه تركي. فالفريق مو سهل، الفريق مو سهل. يلعب يسجل هدف يرجع يقفل، والدليل الفريق طالع ب7 كلين شيت. خساره واحده خسرها، الخساره الواحده هذه خسرها على ارضه، متصدر شرق القاره. فانا اللي اشوفه انه مو فعلا فريق مو سهل. اذا بيفكروا انه فريق سهل وينزلوا يستهتروا فيه، اعتقد انها حتكون نتيجه عكسيه. انا هذا اللي شايفه جوكر، ما ادري انت ايش رايك؟ ايش رايي انا؟ قاعد شوف اكلم جوكر وليد، خلك بحالك. المباريات انا قلتها زي هذه المباريات لازم تلعب مباراة بدون اخطاء اذا تبغى تفوز. الفريق ما هو سهل، نعم اتفق معك، على الورقة الاهلي افضل، نعم، وانا تكلمت عن المباراة، لازم تلعب مباراة بدون اخطاء، لازم. الفريق هذا مو سهل، عندهم هذا اعتقد اللي هو رقم 7 اللي هو سوما، وعندهم رقم 10، الاثنين هذول يمكن اخطر اثنين في الفريق، وكلهم يلعبوا في الثلث الهجومي، واحد مراوغ على مستوى عالي، واحد شويت. والقوه الدفاعيه جوكر كمان. اي ما انا تكلمت عنهم، هم يدافعوا بشكل جيد، وحتى قلت انهم هم زي عقارب الساعه، ككتله واحده يلعبوا بدون كوره، يدافعوا بشكل جيد، ولما يهاجموا يعرفوا يهاجموا. الفريق مو سهل، الاهلي افضل منه، نعم افضل منه، لكن الافضليه على الورق، داخل ارضيه الملعب ترى ضغوطاتك اكثر، ضغوطاتك اكثر. هم بالنسبه لهم الوصول هنا ترى ما هو بسيط ترى، لانه جوده الانديه المحليه فارقه كثير في جوده اللعيبه، ووصولهم للنهايه ده مو شيء بسيط. والفريق هذا فريق ذكي، يعني حتى في تحركاتهم، في تمريراتهم، في كيف يهاجموك، كيف هم اذكياء جدا يعني. اهم شيء الاهلي اللي حصل من اخطاء في المباراتين الماضيه، دور الاربعه ودور الثمانيه، انك تلعب مباراه 25 دقيقه 30 دقيقه انت مرتبك، انت عندك مشاكل، انت هذه ما ينفع تتكرر في المباراه هذه مباراه نهائيه، لا تعتقد كل مره عندك فرصه ترجع.
ما في مجال للرجوع. اي نعم هذه الامور لما تحصل معاك تعطيك ثقه انه احنا لو تاخرنا بهدف نقدر نرجع نقلب النتيجه، صح هذا حلو، بس مش كل مره ممكن هذه تصير، مو كل مره. بس فالفريق فريق صعب، ما هو فريق متواضع على الورق، الفريق صعب جدا يعني. نشوف بكره كيف تكون المباراه، عشان اهم شيء بالنسبه لي استمتع في المباراه. والاهلي طبعا من ناحيه اذا تبى ترشح الاهلي اقرب للفوز اذا لعب مباراه بدون اخطاء. واتمنى انه يسلا ما يلعب بلاعب خلف المهاجمين، صريح اتمنى يلعب بثلاث محاور: زياد، بتنجانة، كيسيه، اذا كلهم جاهزين، عشان توازن وسط الملعب حسب ظروف المباراه. بعدين نشوف ايش ممكن. طيب وليد. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. وعليكم السلام. خالد وقاسم وابو سام وجوكر. المهم لا شوف عاد جوكر انت ما يحتاج يعني، معروف يعني من زمان يعني، من ايام المساحات على الكلام اللي قلته انت يعني. بعلق شويه وبعدين ارجع على الاهلي. الحياديه حقتك، لا انا ليش مستمر معاك؟ انا اعرفك من كم، من 5 6 سنوات يعني، ايام المساحات، وانا مستمر معاك ما شاء الله تبارك الله، وان شاء الله دائما، بحكم انك انت محايدي. انت الوحيد المحايدي اللي دخلت معاه، مع اني دخلت مساحات كثيره بحكم اني نصراوي ودخلت مساحات نصراويه. فاهم؟ ما تحس الناس بس يجيبوا واحد هلالي ويقعدوا يعيدوا التاريخ ويقعدوا يطقطقوا وانت مدري ايش وانت مدري ايش وكلام فاضي يا اخي، تحس انه يطفشوك. او مساحات اهلاويه واتحاديه وهلاليه ما في عندهم محتوى، فاهم؟ ما الناس مين محايده وكل واحد يتعصب لفريقه، وتحصل يذم في الفريق الثاني. ما ناس، ما انت الوحيد ما شاء الله تبارك الله محايدي كذا. عجبتني كذا، صرت ادخل مساحاتك من 5 6 سنوات وصرت استمع وكذا، ما تعرف، ما حدا يعرف ايش تشجع، والناس ما تعرف، وتعطي كلام محايدي لجميع الفرق، وتستثني الفرق اللي تجيب بطولات يعني، تعطيها حقها وكل شيء. هذا اللي يميزك عن الاخرين، فكذا ما شاء الله كذا مستمر. اما بخصوص اللي مباراة بكره، والله شوف، هي انا الاهلاويه شفت كاس المحيط اللي مع بيراميدز، اللي حاطينه بجيبهم وقالوا احنا بجيبنا والبطوله وجايين ومبسوطين وخلاص، وكل متكلم واحد قال لك يا شيخ انا بطل المحيط، انا بطل المحيط. اي شفت اي بكره هذه حتصير، شكلها حتصير. جاء بيراميدز دقهم ومشي، يعني واحد معاهم في الفريق اسمه قطه فاز عليهم. فانا بكره يجيني بكره دحين ويقعدوا يستهموا الفريق وانه خلاص وصلنا النهائي وزي النهائي اللي راح، لا يختلف. لانهم هم كل مباراه يتاهلوا فيها ترى بالقوه بيتاهل الاهلي يعني. اوكي بيلعب افضل لكن بيتاهل بالقوه، مو براحه يعني. مع الدحيل تاهل في الدقائق الاخيره في اشواط اضافيه بضربه يعني فاول ومهاره لاعب يعني. والمباراه اللي بعدها مع دار التعظيم برضو 2-1 يعني، ومع الطرد وبالقوه يعني اوكي، بس انت فرق هدف يعني، بتفوز وانت متاخر وتعبان وبيجي فيك هدف. هنا المشكله يعني، مو كل مره يجي فيك هدف حتى تقدر تعوض. الفريق هذا نشبه زي عقارب الساعه زي ما قلت، يقعد لك يقفل لك دفاع ويقعد يرتد عليك ويقعد كلهم منظمين يطلعوا مع بعض ويرجعوا مع بعض. واعتقد انه والله صعب المباراه يعني بكره، حاطينها في راسهم وصعب. وزي ما قلت عندهم ذا المهاري والثاني رقم 10 الشويت. اعتقد ان المباراه تكون صعبه جدا جدا، ولو جاب هدف عليك اعتقد انتهت المباراه، ما يقدر يرجع الاهلي. ما احس كذا يعني، ما همي كل مره تسلم الجره زي ما يقولوا. وان شاء الله خير بكره يعني، نشوف. يا يتطقطق عليه، يا هم يطلعوا على البحر يزعجونه في جده ويقعدوا على الكورنيش ويقعدوا لين الفجر، او انه يقعد يطقطق عليهم. عاد الانديه مستنيه عاد ايش يصير بكره، عاد نشوف كيف يصير. فاهمني يا جوكر؟ إيه انت شايل هم انهم يطلعوا الكورنيش، بس هو ده اللي انت شايل همه؟ يزعجونا يا اخي، العام ازعجونا، جابوا باص ومدري مين ونزلوا في الشوارع ومدري مين، واحنا مدري ايه ايه واهلاويه ايه واحنا المجانين. ايه لانه الاهلي لو جاب دوري ابطال اسيا حيصير عنده 2 دوري ابطال اسيا، وانت لسه ما عندك ولا بطوله، فهذه المشكله الكبرى يعني.
انا ما عندي دوري ابطال اسيا، بس عندي 2 اسيا. لازم هي تقول ارجل هو عنده دوري ابطال، الكلام واضح ومحدد. فانت عندك مشكله، والاهلي راح جاب 2 دوري ابطال اسيا، فحيصير عنده 2 دوري ابطال اسيا وانت لسه ما عندك ولا بطوله. اي ما طبعا عندي صح. هذا الامر مؤلم جدا. الاهلي حيساوي جوكر نص بطولات الهلال. تسمح لي فاكيد جوكر، اكيد انت بالنسبه لك هذه مشكله كبيره طبعا. تسمح لي بس مم. وليد، انت مغير تجيب لنا الكلام يعني ايش يعني قلت انا؟ انا اسالك بالله انت لو آه. فزت ببطوله، تمام، ايوه ما تبغى تطلع وتفرح ويعني انت محرمها عن الناس ومحللها لنفسك. اكيد يا طيب حبيبي، خذ الثانيه يوم اكيد. كنت دقيقه يا اخوي خالد، يوم دقيقه. كنت انا لا لحظه، اوكي خليني اكمل. انت جايب العيد، خليني اكمل. ايوه. ثانيا، الحاجه الثانيه، تتكلم عن المساحات الهلاليه والاهلاويه والاتحاديه وتقول متعصبين. انت تبغى المساحات حقت الانديه تكون محايده؟ طبيعي اللي تشوف المساحات هذا الطبيعي. الغير طبيعي انها تكون محايده. يعني لا تطالب بس في الطرح اشياء حقه غريبه. الطرح ما في مساحه محتوى، الطرح جوكر حقه ما في تختلف محتوى. عنها انها مي مساحه انديه، مساحه فنيه، فطبيعي تلقى فيها الحياديه. انت ما والحين تعرف المساحات رايح النصراويه، انت للجمهور دخلت مساحه الاهلي نصراويه ويجيبوا هلالي، يجيبوا هلالي ويقعدوا يطقطقوا، عادي واحنا عادي، اخذنا هذه وجبنا هو هذا مدري ايش النظام. وصار ايش الكلام وليد الفاضي؟ هو هذا نظامها وعادي، وانا اشوفه شيء طبيعي. ثاني شيء، جمهور الاهلي من حقه يطلع يفرح اذا اخذ النخبه، واذا اخذوها يستاهلوها. ويا اخي ليش انت بتزعل نفسك؟ جبت لنا الكلام بس من جوكر. لا بس دقيقه، انت يا دقيقه. اخي انا خلي العالم تفرح يا اخي، ما خليهم فيها شيء. يفرحوا. انا ما قلت لا، خليهم يفرحوا. انا اهلاوي، خليهم يفرحوا. انا طيب خالي هلاوي، انا خالي هلاوي بس. انت وليد عاق في خالك اذا ما تبغى انت يفرح. الان انت خالي الان يزعل يا ابوي. انت دقيقه، انت الان اول شيء قاعد تشيد في وتشيد في مساحتي، قاعد تنتقد المساحات الاهلاويه والنصراويه وغيرها، انه اجيب مشجع كذا واقعد اتكلم في كلام ما منه فائده زي ما انت قلت. حلو، صحيح. طيب حلو تمام، انا امشي معك. طيب انت بتنكر حاجه وبتسويها، هذا الشيء الثاني، انت داخل مساحه شويه الكلام صار فيها عن النهائي في فريق بكره بيلعب بطوله قاريه، تمام؟ انت جاي ماسكهم قاعد تطقطق على الفريق وعلى مش عارف ايه، وتقول لاعب اسمه مدري مين سجل فيه. ما انت مين مخرجك العام الماضي؟ ليش اسمه اللاعب اللي سجل فيك؟ ايش كان اسمه؟ لا ما بطقطق، ايش كان اسمه؟ انا بتكلم على بيراميدز، انا بقول اي قطه. تمام انت ايش اسمه لاعب الفريق اللي خرجك العام؟ ايش كان اسمه الياباني اللي فاز عليك؟ مريومه ولا ايش اسمه؟ شو تقعد تتونس وتقعد تسوي لنا، انت تقعد تنتقد الناس في شيء، تجي هنا تسوي، وجاي عندي في مساحه تبى تسوي الشيء هذا؟ لا ابوي هذا الله يرضى عليك. انت موضوعك انا عارف انك مسخن، انه الاهلي لو جاب البطوله دي حيفرق عنك. خلي بالك الاهلي بينك وبينه في الدوري بطوله واحده، انت عندك 10، الاهلي عنده 9 بعد التحديث الاخير. انت الاهلي عنده 2 دوري ابطال، انت عندك واحده كاس كؤوس وواحده مش عارف مين. لا الدوري صعب لا عليه، صعب عليه. لا ما هو كل واحده بس هذا، فلا تقلب لنا جو المساحه الله يرضى عليك بس. لا ما بتكلم، لا ما بطقطق على الاهلي، بس انا بقول لك انا ما يعني ماتشيدا بتكلم. انا دحين بتكلم فني. ما ماتشيدا تكلمت انت، اتكلمت ايش تبغى ثاني؟ بقول لك ماتشيدا، يعني انا لو شجعت ماتشيدا فيها مشكله؟ شجع الحين فيها براحتك بس مو عندي، شجع مو عندي طيب اليوم، مو عندي المساحه دي، مو مكانها، مو عندي. شجع اللي تبغى، افتح. انت مو دوبك تتكلم على النصراويه والهلاليه، روح خذ مايك هناك وطقطق، تلاقيهم لا ما رايح هناك، لا خلاص مو عندي انا، يعني مو فريق يعني بيلعب نهائي انا افتح مساحه عشان اقعد اطقطق عليه؟ كيف كذا؟ والله ما بطقطق عليه، والله ما بطقطق. اسمع خلاص طيب خلاص، والله ما طقطقت ابويا راح اطلع من مين الساحه يعطيك والله. فرصه اصلا انك تسوي كذا؟ بس انا بقول لك عشان لا يضيع وقتنا فرج، ما منه فائده وليد، الله يرضى عليك. طيب اخر نقطه بس، انا بقول يعني زي المباراه هم ضامنين البطوله، بخصوص انهم ضامنين البطوله، وبقول لا يصير زي المباراه اللي راحت كذا. والله شوف كذا الحين بجلس مع الاهلاويه وبتكلم وفي المساحات وبيقولوا البطوله في جيبنا وكل شيء وما ادري ايش، واحنا ابطال والنخبه ونخبته وكلهم زي كذا دحين. حلو. يا بكره ما ادري ايش يصير. يعني المشكله لا يا اخي، لا تسبق الاحداث. انا البطوله حق التو ماني ضامنها، هذه اسيا 2 اللي انا بلعب فيها والنهائي انا ماني ضامنها. جنب اوساكا قوي وممكن يهزمني، ما تدري ما ايش ظروف المباراه، ما أدري. يصير طرد، يجي هدف ركنيه، يجي فاول، ما طب تدري ايش هذه يصير. نصيحه ولا ايش يعني الكلام هذا ايش يعني؟
نصيحه انك انت لا تستعجل على البطولات. انا ما ادري ايش ظروف المباريات، ايش يصير في المباراه ما يدري. حلو. يصير قطار. سبحان الله، انت بتجينا هنا تقعد النصر فايز، النصر شوف جبنا مين النصر، ما نبغى نقول لك اهدى بدري يا ابويا، الدوري لسه دحين جاي. انت انا ما قلت الدوري يعني انت جاي تقول الكلام ده على هذه الدوري. ايوه لسه ما ضمنت الدوري، قلت لك لسه انا ما هو دائما انت اساسا انت بتيجي كل شويه نفس الكلام ده تقوله. بنقول لك يا وليد بدري الصداره في بدايه الموسم لا تعني شيء. انا ما اكلمك على اليوم بس، اكلمك على مواسم. انت جاي تقول لي الاهلي اليوم ما ادري ايش، انت شايف والله الجماهير تقول انت شايفهم ضامنين الفوز فين؟ انت فين شايفهم ضامنين الفوز؟ مين اللي فين شفتهم ضامن ضامنين الفوز؟ فين شفت الاهلي ضامن الفوز؟ يا اخي بشوف انا عايش انا بجده، انا عايش مع الهلاويه نفس كلهم. الوضع. طيب انتم ضامنين الدوري نفس وضعكم. لا ما احنا ضامنين الدوري، انا ما قلت انا ضامن الدوري، انا جيت قلت لك الكلام ما عندكم جمهور ضامن الدوري. طيب يا اخي هذا الجمهور، هذا مشكله الجمهور، ما تقدر تحاسبهم واحد على الثاني. قال كلمتين جمهور ايش تقول له؟ كل من قال كلمتين اقعد اقول له امسك ولا تهدى وسوي. خلي الناس تتكلم براحتها وتسوي، يفرحوا ويحتفلوا ويضمنوا المباراه، شيء راجع لهم. الله يرضى عليك. طيب واحد من الشباب يقول طيب وليد تبي تقول شيء؟ حبيبي جوك، لا دحين لو في هرجه كذا سالفه هرجع لك. لو في هرجه سالفه لا حول ولا قوه الا بالله، الله يفكنا من هروجك بس. احبك انا ايش اسوي؟ طيب واحد يقول انت شخص محايد ومميز، بس لي عتب عليك ان طرحك بعض الاحيان هجومي، نقدك قاسي وجارح وايش، ويحس المشجع بالاهانه. خف على جماهير الجماهير، ترى بعضهم يعشقون انديتهم بجنون. تقبل كلامي وكذا. اول شيء جرحي قاسي وفي اهانه؟ لا غير صحيح. انا طرحي حاد في الانتقاد. نعم. اهانه؟ لا ما في اهانه. لا ما في اهانه. انت تشعر بالاهانه لما اجي اقول لك انت متى ما جبت بطوله وتيجي تتكلم على التحكيم وعلى اللجان. هذه ما في اهانه، هذه حقيقه. انت ما تبي تتقبل الواقع، انت ما تبغى تسمع، فهمت؟ يعني انت ما تبغى تسمع لما اقول لك انت من متى ما حققت بطوله. هذه بالنسبه لك اهانه، هي مو اهانه. انت تشوفها تقليل، هي مو تقليل. بس انت ترى من منظور انا ما اشوفه، لانك انت عندك عاطفه مع ناديك. انا ما عندي. انا ماكينه، اتعامل زي الماكينه، ما عندي عاطفه مع احد. الموسم اللي قبل الماضي الهلال يفوز على الاتحاد 7 مباريات في موسم واحد. يجيك الاتحاد يبغاني كل مره اطلع اقول له المشكله في التحكيم 7 مباريات مشكله في التحكيم. لا انا ما اسوي كذا. العام الماضي الهلالي ماسك لي النيجيري، تضحك على مين النيجيري؟ الاتحاد داقك 4 في ملعب وانت قاعد تتفرج. المباراه ديك لو فكت شويه كان راحت 6-7. انا مالي في الجو ده، هذه عاطفتك، هذه لنفسك. انا فقط ما عندي غير احترام. انا قلت انا احاول قد ما اقدر ما اسيء، وممكن اسيء تصير معاي، انا بشر. بس في الاصل انا ما اجي عشان اغلط على احد واسيء له. اما موضوع انك تسمع الحقيقه مني اقول لك فريقك كذا فريق، لا حتسمعها دي. هذه حتسمعها. ما بتحقق بطولات، لا حتسمعها. دا منك ما بتجيب. حقق بطولات انت حبيبي وكفاءه، لكن انت ما تجيب بطوله بدل ما تشوف مشاكلك تقعد تقول لي اللجان وتقول لي التحكيم. والله انا بالنسبه لي هذا الكلام يستفزني، بس هذا هو. لكن اهانه؟ لا ما في اهانه في كلام. والسنه هذه قالوا ان الدوري موجه وانت طلعت وتكلمت. نعم اتكلمت اذا في تغريدات ولا في مساحات ولا في فيديوهات. صحيح. اي لا وفي في موجود شيء عندي. تكلمت انه الدوري موجه لكريستيانو له 4 مواسم هنا. هذا الدوري الرابع كريستيانو ما شفط بطوله واحده. 3 يا جوكر، 3 لا 4 مواسم بلا 3. كريستيانو جاء في نص موسم اللي كان الاتحاد اخذوا الاتحاد. اسمعني الله يرضى عليك، 4 مواسم تعتبر. الموسم اللي جاء فيه اول موسم نص الموسم، لعب نص الموسم، سجل وساهم في 16 هدف. ولعب الموسم الثاني اللي اول الصندوق كان الهلال بطله، والموسم الثاني اللي كان الاتحاد بطله. هذه 3 مواسم، هذا الرابع. 4 مواسم. ال3 مواسم اللي قبل لو يبغوا يعطوا كريستيانو الدوري كيف ما يعطوه هو؟ لو كان الموضوع محاباه لكريستيانو فنقول كلام يعقل. انا دائما هذه الاشياء ارفضها، بس انا ما عندي فيها هذه خيار وفقوس على قول السوريين. انا هذه الاشياء ارفضها. كريستيانو كلام فاضي يا جوكر، كلام فاضي. هو الافضل. في شيء عندكم عندهم خير يا حبيبي، الكلام الفاضي كلكم بتقولوه. لا يقول لك الدوري موجه. الدوري من متى صار موجه؟ لو وليد دقيقه بس انا بقول شيء. عشان النصر هو اللي متصدر، لكن لو الهلال كان موجه. انت تتسوق علينا انت وليد.
اسمع، لا بس في شيء انا ابغى اقوله، في شيء ابغى إيه. اقوله. وهذه اقسم بالله شهاده حق، اقسم لكم بالله نفس الكلام اللي يطرح في المساحات برا السوشيال ميديا جوكر هو جوكر، وهو ذا، ولا يغير في كلامه ولا غير في مبادئه. وهذا الشيء يحترم في الشخص، والناس العاقله والناس اللي تفهم تحترم الشخص اللي عنده مبدأ وماسك مبدأ وماشي عليه، سواء بسوشيال ميديا سواء برا سواء ذا. انا شفته في مرات انتقد النصر انتقادات حاده، شفت انتقد الاتحاد انتقادات حاده، شفت انتقد الاهلي انتقادات حاده، شفت انتقد الهلال انتقادات حاده، لدرجه انه هلاليين اصطدموا معه، نصراويين اصطدموا معه، اهلاويين اصطدموا معه، اتحاديين اصطدموا معه، من جميع الميول. هذا يدلك انه هو ماشي على مبدأ واحد ثابت. تمام. ما ادري، في البعض يمكن ياخذ الكوره بحساسيه شويه. لا عادي، انا بالنسبه لي الانديه هذه تعتبر جماد، يحق لاي شخص ينتقدها. انت ما سبيتني لا في اهلي ولا ببيتي ولا شيء، ولا تعرضتني. يعني النادي هذا شيء بيسوي لي يعني بالاخير. النادي انا اشجعه كمحبه كذا، ممكن ادافع عنه، ايوه ادافع عنه، لكن ما توصل اني اخطي عن الناس عشان النادي. فهذه وجهات نظر، وانا بالنسبه لي اتقبل جميع وجهات النظر. سواء النصر اذا كان بطريق مو كويس من حقك تنتقد. انت مو عاجبك الكلام، حاسس انه اليوم انت مهزوم فريقك، ابعد، اقطع السوشيال ميديا 4-5 ايام اسبوع، عشان لا تسمع مثلا انتقاد حاد من جوكر تروح تزعل تقول ليه ايش بك علينا. ابعد مره واحده. اذا تشوف نفسك شخص ما تحمل، شخص عادي يعني الموضوع عندك عادي، خش واسمع، وبنفس الوقت فزت بالبطوله حيعطيك حقك. انا شفت العام الماضي اعطى النادي الاهلي حقه، والاهلي كان يستاهل بامانه، وبكره نحقق النخبه من حصل شيء يستاهل. فلا نقعد ده. انا من الناس ما لا ادعي المثاليه في كره القدم، انا ما لا اتمنى بطوله خارجيه للنادي السعودي غير النصر، عشان لا يزيد علي. انا اكون واقعي مع الكل ولا ادعي المثاليه، لكن مو معنى ذا الكلام اني اهضم حق النادي الاهلي او حق جمهور الاهلي في فرحه. من حقه يفرح، ومن حقه يحتفل، ومن حقه يتفاخر في البطوله الاسيويه. انا هذا اللي اشوفه، لاني انا ما تقبلت يوم كانوا في بعض الجماهير يستنقصوا من بطوله اسيا 2 لان على النصر على النهائي وقعدوا يستنقصوا فيه، انا ما تقبلتها. فالشيء اللي انا ما ارضاه على نفسي ما راح ارضاه على غيري. فشيخ وليد، انت لازم تجي في المساحه وتدينا خط، تروح يمين تطلع على الردميه شويه بعد ترجع وتجيب لنا الكلام. دائما تجيب لنا حبيبي والله، بس اعطيك انت اللي كلمه. تجيب لنا الكلام. والله كلام، شوف كلامك يا اخوي خالد درر، والله انت نصراوي وكيف شفت شوف عقليه جوكر، النصراويه. يعرفني كويس. شوف بقول لك شيء، او اقول لهم شوف وهو العقليه عارفني. النصراويه انا كيف انا تتكلم. انا انا شوف نصراوي صميم ونصراوي تقريبا من نص الثمانينات الميلاديه، يعني لحقت ماجد ولحقت الاجيال الذهبيه ولحقت ذا. ايام. بس اني اوصل نقطه معينه، لا يا اخي انا عندي عقل وعندي افكر، يعني ما اقعد احسب الامور ذا. السنتين الماضيه النصر كان رايح فيها بامانه. ممكن في فتره كاسترو قدم مستويات، لكن كان في اشياء هي اللي ما خلتنا نحقق. احيانا يكون في حظ، يعني زي كاس الملك انا اعتبره انها كانت حظ. تمام. السوبر ذي السنه كان فيها نسبه حظ، ربي مو كاتب لك الشيء. تمام. وان شاء الله باذن الله حنفرح في الدوري ونحط جنبه اسيا ونحتفل فيها كلنا، واطلع على الكورنيش واحتفل زي جماهير النادي الاهلي. ترى يا وليد ما فيها شيء، بالعكس. طيب انا بقول لك كلامك دوره، يعني شوف العقليه النصراويه كيف تتكلم عشان الناس تفهم. شوف الناس العقليه لا لا لا، النصراويه. العقليه موجوده في كل الانديه. الله يرحم والديك، ترى ما لا يحقر لا، ما بغلط على احد، انا ولا ما بغلط يحقر على على احد. احد. الله يرحم والديك يا وليد. كل ابى اقول العقليه انت خير، دحين وكل تتكلم الجماهير فيهم الخير العقليه والبركه، فيهم النصراويه الخير والبركه. حديتها في النصراويه لحالهم، لا كلهم فيهم فيهم الخير خير. والبركه. انت بس بقول لهم كيف تتكلم، شوف اللباقه وكيف الكلام الدرر والكلام لا اللي له والله يا في محتوى ناس، له والله يا في معنى. ناس من جميع الميول يطلعون والله كلامهم درر بامانه يعني. وانا ترى على فكره ما انا شفت حتى الان، ما شفت. يعرف جوكر، انا اغلب اصحابي اهلاويه. تمام. وفي اتحاديه وفي هلاليه، ما يربطني معاهم علاقتي فيهم نادي.
ممكن نهزم يجون يطقطقون معايا ساعه ساعه ونص وينتهي الموضوع ونقفله وننسى الليله والحياه تستمر. هذا نظامنا في الكوره يوم قال الغربيه. احنا زي كذا، ممكن بعد المباراه نطقطق في الواتساب في الجروب على بعض ومزح ومقاطع ومدري ايه، بعدين ينتهي الموضوع ويتقفل، ارمي وراك ونمشي عادي. لا بعدين انا بخرج معاهم ترى العام، انا مع الاهلاويه خرجت معاهم، قاعد الفلف معاهم في الشوارع واصور سنابات طيب ليش معاهم يفكرون. تنتقدهم؟ طيب ليش انتقدتهم تقول يزعجونه وما يزعجونه؟ ليش؟ لا يزعجونا يا اخي، انت ما انت عارف، هم تعرف ذولا. ما بتكلم جوكر خاف يزعل مني بعدين يقول لي انت قاعد تسقط عليهم، ما ادري مين لهم سنين من يوم تاسس النادي وما اخذوا اسيا، وكل 30 سنه حتى خالي يعني يتذكر ما ادري كم اخذ، يمكن قلت له خالي انا ما عمري شفت في حياتي هم الا ابطال اسيا، هم ابطال اسيا الان. انت ايش عندك؟ ما عندي شيء. خلاص ما عندك، انت ما عندك شيء طيب تتكلم فيه عن ناديك، فبتدور تتكلم عن الاهلي. لا شوف ما بتكلم، بس اقول لك شوف انا انت، شجعت معاهم. شوف من قوه وعظمه الشيء. اسمح لي قوه. جوكر لا لا لا، ما ابغى يا ثواني. ما ابغى تقعد تدخلوا في بعض في نقاشات، ما تكفى ما ابغى. لا لا شوف لا لا اسمعني. لا لا انت شوف من عظمه الشيء اللي سواه الاهلي، خلاك تترك ناديك وتركز فيه. شوف انت كيف الاهلي مصدعك الان، انت تتمنى الاهلي يخسر بس عشان ما يجيب اسيا، لانه الاهلي لو لا جاب بالعكس شجعت معاهم انا. الاهلي لو جاب مشكله. الاهلي خلي بالك، ترى انت عندك 10 بطولات دوري، الاهلي عنده 9. انت عندك بطولتين اسيويه لكن ما لها علاقه بدوري الابطال. الاهلي لو جاب دوري الابطال هذه بكره ترى انت انتهى الموضوع، انتهى. الاهلي يبدا يركز هناك مع الاتحاد دحين، يبدا يحاول كمان 3 دوري يقترب من الاتحاد، انت بالنسبه له روق. بعدين الموسم الجاي يبدا يشوف دوري ابطال اسيا يقترب من الهلال. انتبه، في تاريخ قاعد يتغير وانت قاعد مركز لي في الاهلي. روح ركز في فريقك، جيب خلص اسيا 2 وخلص من الدوري، جيبه والموسم الجاي يلعبوا دوري الابطال وجيبوه. طيب دقيقه دحين انا اللي جبت اسيا، تو ايش يصير دحين؟ يعني عندي كم اسيا؟ كم 3. طب 3 اسيا، طيب ايش المشكله؟ ايه دوري الابطال يفرق عن دوري اسيا 2، يفرق. لا. دوري الابطال البطوله الاكبر في القاره، انت عارف ما يحتاج يعني. طب لو لعبنا السوبر الاسيوي وفزنا فيه ايش يصير؟ ما علي لو لا تلولولي، انت خلص اي اللي طيب ايش اسوي لك انت كمان؟ انت في فريق واصل نهائي قاره وانت تقول لي لو ايش الحياه دي اللي كلها لو؟ فكنا بالله من الهرج هذا اللي ما منه فائده. وليد الله يرحم لي والدينا. طيب خلينا نشوف اخونا قاسم ايش يقول وبعدين نرجع. هي بس حبيت اقول لك وليد، اي شيء يسبب لك ازعاج تجنبه، ما يقدر اجلس في البيت يتجنب، ما يعني. يقدر بس ما هذه هي. يقدر اما ان يا احنا اهلاويين قاسم ضامنين غدا، لا والله ما احنا ضامنين المباراه. الله يا يوفقك. قاسم، بس هو هلا انت جو. ضامن ولا شيء، هو مضغوط، ما عنده حل الرجال، ما يقدر. الله لازم يوفقك. تعذره، نفسيته تعبان. جوكر ودي فيها فئة معينة من المشجعين كبار في السن تجاوزوا 70. سبحان الله العظيم، ودي أنصفهم بكلمتين يعني. اللي يحضرون المباراة، اللي الداعمين للنادي في المساحات، يعني أو على سبيل المثال ولا حصر، مثلا عمنا حميد متعرض لكم جلطة قبل أيام وحاضر وداعم. العم ياسر أسبوعيا اللي هو الطير الأخضر يعمل جلسات كيماوي. العم العمدة مع إجراء عملية قلب مفتوح بعد أيام وحاضر وداعم. فحبيت عبر مساحتك أقول لهم كلمتين إذا سمحت لي. تفضل. يقول عاشق يسير الكيان بداخل عروقه، قدام عينك مثال يجسده قامات، وجيه حيه طوال العمر موثوقه خلف الكيان وعزايمها لها صولات. الصرح شامخ وبيت الشعر طاروقه، ما كنه إلا يغني أروع الأبيات. ما شفته حميد يسابق درب معشوقه، ومن وين ما حط ركبه فللوا الخانات. هذه جماهير باسم العشق مخنوقه، خطوا وفاهم على صدر الزمن بثبات. جمهور الأهلي ولا أحد يعتلي فوقه، راياتهم في السماء ما مثلها رايات. شكرا لك يا جوكر على إتاحة الفرصة. صح لسانك. هذول اللي الثلاثة اللي ذكرتهم أهلاوية، إيه يدعو لهم بالشفاء يا شباب جميعا يعني. آمين يا رب يشفي العالمين. جميع مرضى المسلمين.
طيب ايش في ثاني؟ طيب ابو اسامه تبي تقول شيء؟ احد يبي يقول شيء شباب؟ احد يبي مايك؟ وليد عندك شيء تبي تقوله؟ بقول الله يشفيهم ويرفع عنهم ويشفيهم جميع مرضى المسلمين ان شاء الله يا رب. والله ابو اسامه شوف انا والله بالعكس احب يعني خالي هلاوي احب الاهلي ترى ما اكرههم ولا يجيب يا لي رجال صداع. يا رجال انا العام شجعت معاهم في السنابات وصورت يا وذكروا رجال خل عنك بس. شجعت معاهم والله اقول لك العام نزلت والله وشجعت يفكروني اهلاوي يا رجال ونزلت مع وكمان نزلت مع الاتحاد لما اخذ الدوري والكاس وشجعت الاتحاد. ويفكروني ما عندي مشكله. الاتحاد انت متعود تشجع الاتحاد، ما هي جديده. لا لا حبيبي لا تسقط علي دقيقه لا تسقط علي. لا ما شجع لا الاتحاد. ما هذا مو اسقاط. لا الاتحاد عادي، انت بتشجع الاتحاد يعني نسينا الاهلي جاك ارتجاج في المخ من انه بطل القاره، صرت ما انت عارف ايش تسوي، تعبت نفسيا. شفت فيلم احمد زكي اللي يجري في الشارع انا حس انا ما ادري احمد زكي ما ادري مين. ايوه شفت شو اسمه محمد حمزه نجوى انت زي كده نفسيتك تعبت. صرت ما انت عارف انت اهلاوي ولا نصراني، نفسيتك تعبت. انت ممكن بكره يصير فيك نفس الشيء. انا ما قابلتك يوم كان فايز عليك الهلال في اسيا دور الاربعه. اي الهلال غير يسبب لي ازمه الهلال. اي نفس الاهلي برضه بيسبب لك ازمه. لا شوف لا بس مو زي ازمه الهلال انا يطلع دين امي منه بس الاهلي والاتحاد شويه بس الهلال لا اعوذ بالله. لا اقول الاتحاد شويه، لكن انت الاهلي عندك مشكله معه. لو الاتحاد اللي لاعب نهائي اتحداك تتكلم تقول الكلام ده. ما بحب الاتحاد يا اخي. الاتحاد عميد الانديه. عندي مشكله في الامور دي. عادي عميد الانديه. طيب تقول الكوره ليه انا اشجعك؟ ليه حبك؟ هذه مثاليه يا ابوي. فريق يلعب انا اشجع فريق انا ما ابغى يفوز، هذا الطبيعي في الكوره. بس لكن انا عندي في المساء فريق فيه لون طيب.